ألفاظ نسمعها محرمة حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من الألفاظ التي نسمعها للأسف من بعض الناس: شاء القدر، وهذا لا يليق. الصحيح شاءت قدرة الله، والقدرة أيها الأحبة الأكارم من الله عز وجل. لعن المرض ولعن الفقر وسب الفقر، والمرض والبلاء إذا نزل بالإنسان فإن الله تعالى أحب هذا الإنسان، أراد أن يطهر من الذنوب والمعاصي حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. اللعن والسب والقذف جعل النبي عليه الصلاة والسلام سبب دخول النساء النار اللسان، وقال يكثرن اللعن. كذلك بعض الناس لما تسأله كم رقم فلان يقول رقم الله يلعن الشيطان. يا أخي لا تلعن الشيطان. أو يضحك معه يقول الله يلعن إبليسك. الشيطان الله لعنه لكن أنت ما تلعنه، أنت ممنوع من لعنه. الله تعالى يلعن ويقسم بما شاء مخلوقاته. أنت مأمور أنك أنت ما عليك إلا أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وإنما قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال إلا قال فاستعذ بالله. أيضا بعض الألفاظ التي نسمعها: فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. قال الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. منو هذا الذي يمسك رحمة الله تعالى؟ ما حد يمسك رحمة الله تعالى. والله فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله. لا تعتدي على الله تعالى. يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. أعوذ بالله. لو الأسف نشوفها في المدارس معلقينها، وهذا لا يليق ومحرم. كيف تكون له عبد؟ عند العزاء نسمع بعض الناس يقولك البقية في حياتك، وكأنها رصيد يطيح لك الآن، ولا يليق ولا ينبغي. أو يقولون عند وفاة ميت الفاتحة يفعلون. الألفاظ هذه يا أخوان هل هذه من الدين؟ لها حلقة سنذكرها. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس هناك أعظم بعد النبوة من نشر العلم. انشروا ما ذكرناه وهو بإذنه جل وعلا علم ينتفع به بعد وفاتك إن شاء الله تعالى.